هادشي اللي غادي نعاود لكم شويه غريب وغريب بزاف وقليل اللي غادي يصدقوا، لان منطقيا حتى واحد ما غادي يصدقوا، ولكن هذه هي الحقيقه المره والقانون هنايا في فرنسا. واحد السيده عندها واحد الدار ودخلوا سكنوا فيها اللي كيتسموا بلي سكواتور، يعني ناس كيهجموا على ديك الدار حلوها وسكنوا. لكن هاد السيده اصلا ما عندهاش الحق تخرجهم، هذا القانون في فرنسا ماشي كلامي. السيده طالب بها الشغل ودارت جميع المحاولات باش تخرجهم، لكن دوك الناس بقاو مستغلين الدار ما كيخلصوا لها لا كرا لا حتى شي حاجه. السيده اصلا كان عندها كريدي لديك الدار، يعني كانت تخلص واحد الكريدي على ديك الدار وما كانش كتستافد من ديك الدار. واحد الوقيته سمعات هذوك لي سكواتور سافروا وهي تستغل الفرصه وقالت هذا هو الحل الوحيد اللي بقى عندي. مشات هرست الباب وبدلات السواقط، ولكن الخطا اللي دارت هو ان بعت لهم النص بدوك الحوايج اللي كانوا حاطين تما، لان بالنسبه ليها دارت شي حاجه اللي هي منطقيه باش ترجع الدار ديالها، شي حاجه اللي غادي نقدروا كاملين نفكروا ونقولوا بانها عندها الحق لان الدار ديالها. لكن القانون كيشوف هذا المشكل هذا بواحد الزاويه واحده اخرى، هو ان هذوك لي سكواتور منين رجعوا من السفر ديالهم ولاحظوا بان الساقطه ديال الباب تبدلات، هما يعلموا الشرطه، والشرطه بطبيعه الحال خدات لهم الحق ديالهم بحكم ان السيده اللي هي مولات الدار ما كانش عليها تهرس البيبان وما كانش عليها تخرج لهم الحوايج ديالهم. دونك تهمات هي بالسرقه وانها دخلت للدار بغير طريقه غير قانونيه ولو ان الدار ديالها. وهذا اللي خلاني ندير هذا الفيديو باش بزاف ديال الناس يستوعبوا هذه المسائل هذه. الانسان فاش كيسافر كيخلي الدار ديالو خاويه. السيده داكشي كله رجع عليها هو انها مهدده بالسجن 7 سنين وبغرامه ماليه ديال 100,000 اورو، لان ما عندهاش الحق تاخذ حقها بيديها وما عندهاش الحق تخرج لهم حوايجهم علما بان الدار ديالها. فكاين واحد لو سكوندال هنايا في فرنسا لان هذا القانون ما كيتناسبش مع الناس اللي كيكونوا عندهم الديور وكيدخلوا لهم لي سكواتور. قولوا لي شنو الراي ديالكم نتوما في التعليق في هذا القانون.